اتطرد من فرقة الأبطال لأنه ملوش لازمة، بس طلع عنده مهارات تصنيف SSS في كل حاجة ما عدا القتال. كيرت شاب عنده 15 سنة من قرية مستخبية وسط الجبال محدش عمره سمع عنها. طول عمره كان نفسه يبقى مغامر، عشان كده ساب قريته وجه المدينة وانضم لفرقة مغامرين من الرتبة S. بس للأسف اشتغل معاهم مجرد صبي مشاوير أو الخادم بتاعهم، بينما باقي أعضاء فرقته بيحاربوا وحوش قوية هو كان بيغمى عليه حتى قبل ما الخناقة تبدأ. رغم كده كان فخور إنه عضو في فرقة الكل بيحييها كأبطال، لحد ما في يوم أعضاء فرقته قالوا له إنه مطرود. كيرت اتصدم لما سمع الخبر المفجع ده وسأل هو عمل إيه غلط. قائد الفرقة قال له إنه ما عملش أي حاجة خالص، وهي دي المشكلة. حسب قوانين عالمهم الفرقة ما ينفعش يكون فيها أكتر من 4 أعضاء، وهم محتاجين يطردوه عشان يعملوا مكان لساحرة عالية الرتبة هتساعدهم بجد. كيرت حاول يترجى قائد الفرقة يخليه، بس خد شلوت في بطنه وأغمى عليه، وده خلاه يفهم إنه عايش القصة الكليشية بتاعة الفاشل اللي بيطردوه من فرقة الأبطال. لحسن حظه ما قعدش النوح على الموضوع، وفورا راح مكتب توظيف مؤقت في المدينة اللي جنبهم عشان يدور على شغل. يا دوبك دخل مبنى المكتب قابل موظفة استقبال متحمسة زيادة عن اللزوم، فورا بدأت تعمل له مقابلة شغل. اتفاجئت لما عرفت إنه لسه مطرود من الفرقة اللي اترقت لرتبة SS قريب. كيرت اكتئب وهو بيتكلم عن الموضوع، بس الموظفة شجعته وقالت له إن ده هيبان حلو قوي في الCV بتاعه. بعد كده خدته لاختبار قدرات عشان تشوف لو عنده أي مهارات مخفية، بس جاب تقدير G ضعيف في كل المهارات القتالية. كيرت بقى محبط أكتر، والموظفة قالت له إن الراجل اللي بيقدر يختبر مهاراته غير القتالية هيرجع الأسبوع الجاي. كيرت قال لها بصوت واطي إنه مفلس خالص، والموظفة قررت تديله فرصة تانية. قالت له شيل كيس رمل مرمي في الزاوية، ولما كيرت عمل كده لقى الرمل بيشفط المعنى بتاعته. الكيس بدأ يتقل بشكل لا يصدق، والموظفة قالت لكيرت يسيبه. قالت له بما إن عنده لياقة وقوة أساسية يقدر يشتغل في البناء عشان يكسب شوية فلوس، وكيرت فرح بالعرض. راح موقع البناء، وهناك راجل مكشر بص على الCV بتاعه وبعدين على جسمه الناعم الضعيف قبل ما يوافق يديله شغل لأنهم محتاجين عمال جدا. قال له إن مهمته هي خلط الأسمنت وترميم أسوار المدينة بيه، ولو ما قدرش يستخدم نص برميل أسمنت في 3 ساعات هيطرده. الراجل مشي من غير ما يستنى أي أسئلة، وكيرت قرر يحط سحر في الأسمنت عشان يخليه أقوى، بما إن ده كان شيء بديهي في قريته. بعد 3 ساعات لما الراجل المكشح رجع عشان يشوفه اتصعق لما شاف إن كيرت محر بالكامل 30% من السور في الناحية بتاعته واستخدم كل الأسمنت المتاح ليه. ما كانش مصدق إن واحد مبتدئ يقدر يعمل كل ده في 3 ساعات، بس كيرت فهم رد فعله المتفاجئ على إنه غضب واعتذر. لكن الراجل المكشر قال له إنه يجي الشغل الأطول فقرة يقدر عليها، واداله محفظته كلها وقال له إنه هيبعت بقية أجره لمكتب التوظيف. في خلال 3 أيام كيرت خلص تمحير نص السور حوالين المدينة لوحده، وده سبب حالة ذعر بين باقي العمال. الراجل المكشر لاحظ ده وقال لكيرت إنه مش لازم يجي الشغل من بكرة، لأنه لو عمل كده مش هيفضل حاجة للي محتاجين الفلوس أكتر. اداله بقية أجره وقال له يدور على شغل يناسب قدراته أكتر في العاصمة الملكية. بس زي أي فاشل تاني بيشك في نفسه، افتكر إن الراجل المكشر بيقول كل ده بس عشان يمشيه. راح مكتب التوظيف وقال للموظفة إنه خسر شغله، وفجأة سمعوا واحدة سمرة وجميلة بتتخانق مع موظفة تانية على عرض شغل. موظفة كيرت قررت تتكلم مع البنت اللي اسمها أوليا اللي محتاجة قاصر يستكشف جبل، بس هتدفع ليهم بس لو لقوا حاجة قيمة. الموظفات قالوا لأوليا إن عرضها مش معقول، بس كيرت كان يائس كفاية إنه يطلب منها تشغله لأنه عمل شوية شغل تعدين في قريته. الموظفة حذرته إنه في احتمال كبير إنه ما يدفعلوش، وحتى البنت قالت إنها بتدور على قزم قوي مش واحد شكله بتاع بنات، بس هي معاش فلوس تشغل قزم، فوافقت تاخده معاها. لما كيرت مشي الموظفة بدأت تتخيل إنها تشغله عشان يبقى لعبتها الخاضعة، وفجأة زميلتها قالت لها إن مقاول البنا بعت شيك بباقي دفعة كيرت. الموظفة اتصعقت لما شافت إنه مدفوع له 200 عملة ذهب واتكعبل في أكياس الرمل. زميلتها ساعدتها تقوم وهي بتقول لها إن دي مش أكياس رمل عادية، دي أجهزة خاصة بتقيس قدرة الشخص السحرية المانا، بس الناس اللي في مستوى ساحر ملكي بس هم اللي يقدروا يشغلوها. الموظفة قررت تشيل أكياس الرمل من الطريق، بس الأكياس حتى ما اتفعلتش معاها، وافتكرت قد إيه كانوا تقال لما كيرت حاول يشيلهم، وده خلاها تتساءل هو قوي قد إيه بجد. على الناحية التانية أوليا خدت كيرت لقعدتها على الجبل وقالت لها إنهم هيناموا في نفس الخيمة الليلة دي، وكيرت اتلخبط لأنه مش هيقدر يتحكم في نفسه وهو نايم جنب بنت قمر، وأوليا اتجننت لأنه أول بولد يقول لها إنها قمر. بعد ما هزقته لأنه بيحاول يسوقها بالكلام الحلو اديته عشاءه اللي كان مجرد بطاطساية مسلوقة، بس كيرت لسه لاقيها لذيذة لأنه بقاله كتير قوي محدش طبخله.
بعد كده ناموا في نفس الخيمة، وكيرت حس إنه سيفه انتصب وهو شايف أوليسيا مستسلمة تماما. قصدنا إنه كان عنده إثارة، لكن لكونه جنتلمان وجبان خرج بره عشان يفضي طاقته بسرعة ونام هناك. اتضح إن أوليسيا كانت بتمتحنه بس عشان تشوف إذا كانت تختاره بدل من دب، وهي ارتفعت معنوياتها بشخصيته وشكله اللطيف. الصبح لقت كيرت نايم بره، وبعدين لاحظت إنه صلح معطفها الليلة اللي فاتت كمان، وهي منبهرة بقدراته. كيرت صحي، فأوليسيا دخلت في الموضوع وقالت لها إنهم محتاجين يكسبوا 10 عملات دهب نهاية الأسبوع، بس هي ما عندهاش فكرة إزاي تلاقي حاجة قيمة في الجبل. بس لحسن حظها كيرت مغطيها. استخدم معرفته عشان يلاقي بسرعة صخرة جواها كريستالات تمنها 3 عملات ذهبية، وأوليا مش مصدقة عينيها. في كام ساعة بس كريت جمع كريستالات كتير، بس قال له أوليا إنهم مش هيتباقوا بسعر عالي لأنهم صغيرين قوي، وعشان كده قرر يحولهم لكريستالات سحرية. أوليا اتصدمت لأن الحرفيين اللي بيقدروا يعملوا كده نادرين جدا، بس كريت خلص واحدة قبل حتى ما هي تلحق تشتكي. اتصدمت لأن الموضوع بياخد ساعة عشان يتعمل حتى كريستالة سحرية صغيرة، وده فاجئ كريت وهو بيبدأ يفكر في الأساتذة اللي بيقدروا يستخدموا السحر لمدة ساعة كاملة وما يتعبوش. أوليسيا عارفة إنهم مش على نفس الموجة هنا، بس سابت كريت يشتغل على كريستالات السحرية. أول ما خلص قررت تروح المدينة تبيعهم، بس كريت اختار يفضل عشان يقدر يستكشف الجبل شوية كمان. أوليا راحت مركز الفرسان وورتهم الكريستالات السحرية. لما سألوها عن وثائق منشأ الكريستالات ورتهم إلادة، والفرسان اتخضوا لأن الإلادة معناها إنها مغامرة شغالة مباشرة مع العيلة المالكة. فوراً سمحوا لها تستخدم جهاز الانتقال الآني عشان تروح العاصمة الملكية، غير مدركين إن أوليا ما بقتش شغالة مع العيلة المالكة. أول ما وصلت العاصمة أوليسيا راحت لصاحبتها ميميكو عشان تبيع الكريستالات السحرية. في الأول ميميكو قالت إن الكريستالة ما تسواش كتير لأنها مش بتلمع قوي، بس لما فحصتها كويس عرضت تشتري القطعة الواحدة ب10 عملات ذهبية. أوليا اتصدمت من السعر ده، فميميكو شرحت لها إن الكريستالات السحرية فيها مانا 10 مرات أكتر، وهي حتى مش بتلمع قوي لأنها مش بتسرب أي مانا. أوليا قالت لها إن معاها 49 واحدة تانيين، وميميكو اشترتهم كلهم منها فوراً. أول ما الصفقة خلصت سألت أوليا عن الشخص اللي عمل الكريستالات، بس هي رفضت تكشف هوية كريت من غير إذنه. حتى لما ميميكو استخدمت منصبها كساحرة البلاط الملكي عشان تأمر أوليا، هي فضلت على موقفها. في النهاية ميميكو طلبت من أوليا تتأكد إن اللي عمل الكريستالات ما يروحش بلد تانية، وكمان تقوله إن ممكن ياخد رتبة نبيل ومنصب ساحر بلاط لو وافق يخدم المملكة. أوليا وافقت على كلامها، بس بدأت تتخض أول ما خرجت من المحل. رجعت المدينة التانية الصبح وفوراً راحت مكتب التوظيف تسأل عن كريت. الموظفة حاولت جاهدا تحمي هويته، بس أوليسيا استخدمت التصريح الملكي عشان تقرأ ملفه. اتصدمت لما عرفت الحاجات اللي عملها خلاص، وبعدين أمرت الموظفة ما تشاركش أي معلومات عن كريت مع أي حد تاني. بعدين أودعت المبلغ الكلي اللي خدته من بيع الكريستالات باسم كريت، وبعدين راحت الجبل تطمن عليه. ولدهشتها الكاملة كريت بنى بيت من الصفر في يوم واحد، وفوق كل ده ما كانش شايف إن ده حاجة كبيرة لأن الناس في قريتهم كانوا بيعملوا حاجات زي دي طول الوقت. أول ما دخلوا الكوخ أوليا قالت لكريت إنه اتعرض عليه منصب مدير معمل أبحاث تكنولوجيا السحر الملكي وكمان لقب نبيل عشان الكريستالات السحرية اللي عملها. كريت ما كانش مصدق ده، بس لما أوليسيا سألته عن قراره قرر يرفض العرض عشان ما كانش شايف إنه مناسب كفاية عشان يقود الآخرين، وكمان قال له إنه مستمتع بشغله كفريلانسر دلوقتي. وأوليسيا فجأة بدأت تحس بالخجل. قالت لكريت إنها كسبت فلوس كتير من بيع الكريستالات السحرية اللي عملها، بس بما إنها ما كانش ليها أي مساهمة في ده خدت عملة ذهبية واحدة بس كأتعاب ليها وأودعت الباقي في حسابه. عشان كده طلبت من كريت يشتغل معاها تاني عشان تقدر تبيع الكريستالات السحرية بتاعته وتكسب المبلغ اللي محتاجاه في صورة عمولتها. بحماس قال لها إنه لقى مكان كويس تاني يحفر فيه معادن، وقال إنه هيجهز أدواته، بس أوليسيا طلبت منه يستنى فاكرين إنه أكيد تعبان. كريت قال لها إنه نام 6 ساعات كاملين، وده لخبط أوليسيا تماما لأنها مش فاهمة إزاي يقدر يعمل كده رغم إنه بنى الكوخ. لكن كريت افتكر إنها متضيع عليه إنه نام كتير قوي بما إنه نام 4 ساعات بس لما كان شغال مع فرقة المغامرين رتبة الأس. بعد كده كريت وداها المكان اللي قال لها عليه وقال لها ما تخشش أعمق من 50 متر. ساب أوليا في المكان ده وقرر يكمل حفر في المكان اللي لقوا فيه الكريستالات قبل كده. بعد كام ساعة أوليسيا نجحت تطلع حجر توباز بحجم كرة قدم من الأرض، وفرحت جدا لأنها دلوقتي تقدر تكسب فلوس بفضل مجهودها هي. بعدين قررت تطمن على كريت، والمرة دي كانت متأكدة إنه أكيد حفر كهف خلاص. لكن كريت فاق توقعاتها مرة تانية، ولقيته إنه عمل منجم كامل في الجبل وحتى حط طحالب مضيئة على الحيطان عشان ما يحتاجش أي نور إضافي. أوليا اتخضت، ويدوب كريت جه هناك وهو في إيده صندوق صخور. أوليا بحماس سألته الشغل طلع إزاي، أملا إنه ما يدهاش أي مفاجآت تانية. كريت قال لها إنه للأسف طلع له حجارة كتير ملهاش لازمة وكمية صغيرة من المعدن اللي كان بيدور عليه. أوليا ارتاحت شوية لما سمعت كده.
بس لما كريت قال لها إن الحجارة اللي ملهاش لازمة دي اسمها ميثريل اتصدمت تماماً. كريت قال لها إن في قريتهم كانوا بيستخرجوا ميثريل كتير لدرجة إنهم كانوا بيرموه، وأوليسيا حست إن دماغها هتنفجر لأن الميثريل أغلى حتى من البلاتينيوم والدايموند. وقعت على ركابها من اليأس، بس بعدين سألت كريت عن الأرقليوم. أوليسيا عرفته كالمعدن الأسطوري اللي بيتسمى معدن الآلهة. سألته إزاي لقى حاجة نادرة قوي كده في الجبل ده، وكريت قال لها إن الأرقليوم ممكن يتلقى في أي مكان في العالم أول ما تحفر أعمق من 7 كيلومتر. أوليسيا ما عندهاش حتى طاقة تتفاجئ أكتر، وبس اتأكدت إن كريت حفر 7 كيلومتر عمق في الأرض وبعدين رجع للسطح في الوقت اللي خدته هي عشان تلاقي معدن واحد. يا دوبك أشعة الشمس الذهبية دخلت المنجم من الناحية التانية، وفهمت إن كريت حفر نفق خلال الجبل وهو بيعدي. بس قبلت ده كشيء عادي جدا بالنسبة له. لحسن حظ أوليسيا تقدر تستخدم النفق كطريق جديد بين القرية والمدينة القريبة، لأنه بيقلل وقت السفر بشكل كبير. قررت تخلي التجار المرخصين يستخدموا النفق عشان يوصلوا وجهاتهم بسرعة مقابل رسوم صيانة، وده هيكون كافي يغطي ضرايبها ومصاريفها. كام يوم بعد كده كيرت راح المدينة وهناك قابل باندانا، واحدة من أعضاء فرقته القديمة. كيرت اتحمس لما شافها وسألها لو باقي أعضاء الفرقة هنا كمان، بس باندانا قالت له إنها سابت الفرقة. بعد ما كيرت اتطرد، الفرقة عانت كتير في المهمات وباندانا عرفت إنهم انتهوا. بعدين حصلت حادثة تانية قائد فرقتهم عمل فيها هيصة بعد ما معجبوش أكل أشهر مطعم في المدينة، كسر المكان ومشي من غير ما يدفع الحساب، والحراس بدأوا يدوروا عليه. بعدين أمر باندانا تلاقي كيرت وتجيبه يطبخ لهم بأي تمن. باندانا خدت حجر الانتقال الإني بتاعه بحجة إنها تلاقي كيرت بسرعة، بس هي كانت عارفة إن قائد الفرقة هيتقبض عليه، وبما إن المعالجة بتاعتهم استدعتها الكنيسة ما كانش هيبقى فيه أي سبب ترجع. لكن هي ما قالتش لكيرت أي حاجة من ده، وشرحت إنها اترفضت هي كمان. هو زعل لما سمع كده لأن ده معناه إن حد زيه عمره ما هيقدر يرجع الفرقة. قال لباندانا إنه كان معجب جدا بقائد الفرقة، وهي بس سخرت لأنها تعرف حاجة محدش تاني في الفرقة يعرفها. قررت تغير الموضوع بأنها قالت لكيرت إنها فريلانسر زيه، وبما إنهم في نفس المركب المفروض يساعدوا بعض. قالت له إن واحد من صحابها وهو مايستر درجة 8، واحد من 15 أستاذ حرفي في المملكة، محتاج مساعدة ضروري. طلبت من كيرت يساعدهم عشان خاطرها، والواد السهل السيطرة عليه ده ما قدرش يقول لأ. مشي ورا الخريطة اللي اديتهوله ووصل ورشة الأستاذ الحرفي، وهناك قزمة لطيفة فتحت الباب. كيرت اتفاجئ فاكر إن الوضيعة دي هي المايستر درجة 8، بس هي عرفت نفسها بإن اسمها ميشيل، مساعدة الأستاذ الحرفي. بسعادة خدت كيرت جوه وهو بيقول له إنه هنا عشان يساعدهم بناء على توصية باندانا. لكن كيرت بدأ يندم يا دوبك داخل البيت لأن ريحته أسوأ من أوضة عذاب. لقى إن المكان كله متغطي قذارة، وميشيل قالت له إنها محتاجة مساعدته عشان تنظفه. كيرت فاهم إنه الطلب هنا بس عشان يساعد في شغل البيت، مش عشان يساعد الأستاذ الحرفي مباشرة. يا دوبك الأستاذ الحرفي نادى على ميشيل للورشة، وهي سابت كيرت يعمل شغله. هو فورا طلع أدوات التنظيف بتاعته، وفي خلال 30 دقيقة خلى المطبخ القذر يلمع. بعد كده قرر يمشي في الاتجاه اللي ميشيل راحت فيه وخبط على باب. صوت قال له ادخل، وكيرت قطع عشان يلاقي بنت بتغير هدومها. اتخض بسبب ده، بس البنت ما كانتش واخدة بالها خالص ومستسلمة، ما منعتش إن كيرت يبص عليها وهو بيعرف نفسه بتوتر. بعدين لاحظ علامة لعنة على بطنها. كيرت بقى فضولي بخصوصها وطلب إذن البنت يفحص علامة اللعنة. افتكر إنها في حالة مزرية، بس لحسن حظه لسه بصحة كفاية تحس بالجوع. كيرت قرر يطبخ لها حاجة خفيفة ورجع المطبخ. على الناحية التانية أوليسيا خدت الميثري والأوروكاليوم اللي كيرت استخرجهم لصاحبتها ميميكو، اللي قالت لها إن القيمة الإجمالية للمعادن النادرة دي فوق 50,000 عملة ذهبية. الاتنين وافقوا إن ده مبلغ ضخم بشكل سخيف، وميميكو بدأت تتسائل إزاي ولد وحش زي ده فضل مستخبي من العالم لحد دلوقتي. أوليسيا ما عندهاش فكرة هي كمان، بس كشفت عن خطتها إنها تخلي كيرت ألي مايستر كبير حرفيين، وبعدين تبقى حارسه الشخصية عشان تحافظ على سلامته. بس أكبر مشكلة في خطتها إن كيرت بيقلل من قيمته كتير جدا. على الناحية التانية كيرت خلص تجهيز العصيدة للبنت الملعونة. لما ميشيل رجعت المطبخ ومعاها سيدتها أفيليا، الاتنين اتفاجئوا لما شافوا المطبخ نظيف، وكيرت اعتذر لأفيليا إنه استخدم المطبخ من غير إذنها. قال لها إنه كان بيجهز أكل للبنت الملعونة، وأفيليا خلته يوعد ما يقولش لحد عنها، وبكده اديته أجرته عن اليوم ومشيته. وهي حاسة بالإهمال إنها سابت واحد غريب زيه يقابل البنت الملعونة ليز. أفيليا بعدين رجعت أوضة ليز اللي هي تلميذتها الوحيدة. بعد ما ساعدتها تلبس كويس، أفيليا قالت لليز إنها تختبر العصيدة عشان السم، بس هي قالت لها إن ده مش ضروري لأنها بتثق في كيرت. أفيليا وافقت على طلبنا، وبعدين ليز أكلت العصيدة، عجبتها جدا، بس فجأة بدأت تئني من الألم وقعت على الأرض. أفيليا اتخضت فاكرة إن كيرت فعلا سمم الأكل، بس وهي بتبدأ تجري تلاقي الترياق، ليز وقفتها. فجأة نطت على رجليها وقالت لأفيليا إنها اتعالجت وورتها إن اللعنة اختفت.
أفيليا ما كانتش مصدقة عينيها لأنها ما قدرتش تشيل اللعنة، والمعدل اللي ليز اتحسنت بيه مريب جدا. فورا راحت العاصمة مع ليز وراحت محل ميميكو. ميميكو سألت أفيليا سبب مجيئها هنا لما ليز فجأة كشفت وشها ليهم، وميميكو وإوليسيا وقعوا على ركبتهم لأن ليز هي الحقيقي الأميرة الثالثة للمملكة. أفيليا شرحت إن والدة ليز كانت من بلد مجاورة، وهي الحاجة الوحيدة اللي بتضمن السلام من البلدين. اتلعنت من حد في محاولة لبدء الحرب، بس النهاردة لعنة رفعت فجأة. أفيليا طلبت من ميميكو تساعدها تلاقي مين اللي رمى اللعنة، بس ميميكو كانت فضولية أكتر بخصوص إزاي اللعنة اتكسرت. ليز بس بسعادة قالت لهم إن ده بسبب راجل اسمه كيرت، وميميكو وأوليسيا اتخضوا لما سمعوا إنه متورط في القضية دي كمان. أفيليا بعدين شرحت إن ليز اتحررت من اللعنة بعد ما أكلت العصيدة اللي عملها كيرت، وأوليا بتتسأل وإيه الحاجات المستحيلة التانية اللي عملها كيرت في ال6 ساعات اللي قضاها بعيد عنه. ميميكو فجأة اتكلمت وقالت إن الشخص اللي رمى لعنة على ليز أكيد عنده صلات بمستخدم لعنة وتأثير كافي يتدخل في حاجز مكافحة اللعنات حوالين القصر. عندها 3 مشتبه فيهم ينطبق عليهم المعايير، ودول يشملوا الجنرال الأول للقوات الاستكشافية الملكية، والبابا تريستان من كنيسة بوبلاند، وإيزيدورا الملكة الثالثة للمملكة. بينما إيليا وليز وافقوا إن تريستان وإيزيدورا ممكن يتلعبوا بحاجز مكافحة اللعنات، ما كانوش فاكرين إن سونوفا البابا تريستان يقدر يعمل كده. أوليسيا ردت إن سونوفا عنده صلات بجماعة اللصوص، وهم خبراء في النوع ده من الحاجات. مع عدم وجود طريقة لتحديد الجاني بالظبط، إيليا جت بخطة، قالت إنهم هينصبوا فخ عشان يلاقوا الشخص اللي عايز يأذي الأميرة. شرحت إنه حسب قوانين بلدهم ليز بقت بالغة بعد عيد ميلادها ال15، ودلوقتي لازم تقضي سنة في التدريب. إيليا قالت إنهم هيعملوا ورشة مزيفة لده، وبعدين يخترعوا آيت مايستر مزيف يدير الورشة. لما ليز تبدأ تتدرب تحت إيد المايستر المزيف، أعدائها هيحاولوا يجمعوا معلومات عن سيدها، بس بما إنه هيكون مزيف مش هيلاقوا أي حاجة. ميميكو فهمت إنه لو أعداء الأميرة حاولوا بجد يعرفوا عن سيدها هيفضحوا نفسهم، بس إيليا ما تعرفش منين ممكن يلاقوا حد مؤهل يكون آيت مايستر مزيف. أوليسيا عندها الحل لمشكلتها، وفوراً ورتها الكريستالة السحرية اللي عملها كيرت. بينما أفيليا اتصعقت لما عرفت إن كيرت عنده أكتر من مهارة تصنيف SSS. ليز انبهرت جداً. على الناحية التانية، كيرت راح ورشة إيليا اليوم اللي بعده، بس لقاها مقفولة. قابل ميشيل وهي خارجة، وهي قالت له إنه بعد ما زارهم امبارح إيليا سابت البيت، فما فيش شغل ليه. كيرت اكتئب لما سمع كده، بس بعدين بطنه اللي بتصوصو شتتته. فوراً راح فندق عشان ياكل، وهناك سمع شوية مغامرين بيتكلموا عن إلغاء مهمة لأن الحمال بتاعهم سحب عليهم. كيرت افتكر إن دي فرصة ليه ياخد شغل، وراح للمغامرين عشانها. البنت قالت له إن واحد شكله بتاع بنات زيه ما يقدرش يشيل حتى وزنه، بس الفارس ضربها وقال لكيرت إنه ما يبانش قوي كفاية يساعدهم، لأنهم رايحين يصطادوا جالمز وزنهم فوق 200 كيلو. كيرت بمرح قال لهم إنه يقدر يشيل 200 كيلو من غير أي مشكلة، وعشان يفدت قدرته قرر يشيل الرجالة الاتنين من المجموعة. الأول شال الساموراي، وبعدين الفارس اللي لابس درع كامل، وأبهر كل اللي في الفندق. بعد ما أثبت قدراته، كيرت نجح ياخد شغل حمال المجموعة في المهمة دي. وأول ما خلصوا تعارف لقى إن ناس كويسين، قرر يبذل قصارى جهده عشان ما يخذلهمش، بس يدوبك كانوا هيدخلوا كهف، داس على سلايم واتعلق. الحارسة سينا قالت له يطعن نواة السلايم عشان يقتله، بس كيرت ما قدرش حتى يعمل كده وطعن نفسه بدل كده. سينا خاب أملها جدا من نقص مهاراته القتالية، بس هزمك السلايم عشانه. كيرت اعتذر لفرقته إنهم بطئوه، بس قالوا له إنه المفروض ما يقلقش، لأن شغله مجرد يشيل حاجات، وشغلهم هم يحافظوا على سلامته. دي كانت تجربة جديدة تماما لكيرت، لأن أعضاء فرقته القدام كانوا بيتعصبوا كل ما يعمل غلطات. بدأ يعيط بسبب كده، بس بعدين مسح دموعه وكمل المهمة. أول ما وصلوا الكهف، سينا نشرت طحالب مضيئة حواليهم عشان يدوهم رؤية أفضل، وكيرت لمح براز جابلين طازة. المغامرين قالوا له إنهم يقدروا يتعاملوا مع كام جابلين بسهولة، بس هيضطروا يجروا لو قابلوا مجموعة. اتحركوا لقدام، وكيرت لمح حاجة على حيطة الكهف، وفجأة المغامرين لمحوا جابلين. قتلوه فوراً، بس الجابلين نده على صحابه قبل ما يموت. قريب صوت الجابلين بدأ يجي من الاتجاهين،
والمغامرين فهموا إن مفيش طريق يهربوا منه دلوقتي. كيرت قال لهم إنه لقى ممر سري يقدروا يستخدموه عشان يهربوا، بس المغامرين قرروا يعملوا حاجة تانية بدل كده. أول ما كيرت فتح الباب السري، سينا راحت وراه قايلاله إنها هتساعده يلاقي المخرج، بس بدل كده قفلت الباب. كيرت اتلخبط من اللي بتعمله، بس بعدين المحارب والساموراي من الناحية التانية قالوا له إن مفيش طريقة يهربوا والجابلينز جايين من الناحيتين، عشان كده قرروا يفضلوا ويوقفوا الجابلين بينما كيرت وسينا يلاقوا مخرج. كيرت اتصدم لما سمع ده وقال إنه هيساعدهم يحارب هو كمان، بس سينا قالت له يسكت لأنه ما بيعرفش حتى يقتل سلايم وهيكون مجرد عائق على صحابه. كيرت اتدمر وهو بيفهم إن المغامرين الاتنين بيضحوا بحياتهم عشانه وهو مش قادر حتى يعمل حاجة يساعد بيها، بس سينا قالت له إنهم هينجوا. قالت له كيرت إنهم محتاجين يلاقوا مخرج بسرعة، بس وهي بتنشر الطحالب المضيئة حوالين الأوضة شافت جالم تنين حديدية واتجمدت من الرعب. على الناحية التانية أوليسيا ودت ليز الفندق اللي كيرت قاعد فيه، بس ما لقوهوش في أوضته. فجأة باندانا ظهرت بره الأوضة وقالت لهم إن كيرت راح كهف في الشمال مع فرقة مغامرين. أوليسيا جريت بره تشوف مين بيتكلم، بس على ما وصلت هناك باندانا كانت اختفت. أوليسيا افتكرت إن ده ممكن يكون فخ، بس كانت قلقانة على كيرت أكتر، فقررت تروح الكهوف تدور عليه. ليز قالت إنها هتنضم ليها لأنها تعرف سحر كفاية تحمي بيه نفسها، وأوليسيا ما عندهاش اختيار غير إنها تخليها تيجي معاها. قريب وصلوا الكهف وليز قدرت تتعرف على آثار أقدام كيرت على الأرض. أول ما الأرض الصلبة بدأت وآثار الأقدام انتهت، استخدمت تعويذة سحرية عشان تقوي حواسها، وأوليسيا افتكرت إن الأميرة هتحسن سماعها عشان تلاقي كيرت، لكن المجنونة دي حسنت حاسة الشم عندها بدل كده وشمت الحيطان عشان تلاقي الاتجاه اللي كيرت راح فيه. أوليسيا كانت مستاءة وغيورة من ليز دلوقتي، بس بعدين فجأة سمعت شوية أصوات جاية من بعيد، فهمت إن حد بيحارب جابلين قدام وقررت تساعدهم، فليز قوت قوتها بالسحر. أوليسيا جريت لقدام وأنقذت المغامرين الاتنين اللي كانوا متحصرين من الجابلين وسابتهم مبهورين. على الناحية التانية سينا دخلت في انهيار عصبي بسبب الجالمز التنانين الحديدية اللي قدامها، عارفة إن الجالمز هتهاجم منهم أول ما يحاولوا يعدوا من جنبهم. ده معناه إن أعضاء فرقتها خطروا بحياتهم على الفاضي. اكتئبت، بس كيرت قال لها تفرفش لأنهم هيهربوا. سينا افتكرته مجنون، بس بعدين كيرت مشي ناحية الجالمز بهدوء. اتخضت لما الجالمز اتفعلت وهجمته، بس كيرت اتفادى هجماتهم واتسلق فوقهم في جزء من الثانية. بعدين بضربة واحدة من خنجره كسر ديل الجولم. جولم التنين حاول يهاجمه من اليأس، بس كيرت اتفادى ده كمان، وبعدين كسر راسه بضربة تانية. سينا ما قدرتش تعمل حاجة غير إنها تبص عليه برعب وإعجاب، وكيرت بيفكك الجولمات بسرعة واحد ورا التاني. سألته إيه بحق الجحيم اللي لسه عامله ده، وكيرت ببساطة قال لها إنه كان بيستخرج جولمات حديد في قريته. يا دوبك أوليسيا فتحت الباب بركلة وهي بتدور على كيرت وسينا المذهولة، بدلت تحكي لها إزاي دمر جولمات الحديد بخنجره. أوليليا لقت صعب تصدق ده كمان، بس بعدين قررت تتعامل مع الحاجات الأهم الأول. قالت لكيرت إن المغامرين اللي جم معاهم هنا كويسين، وإن عندها أخبار مهمة تشاركها معاه. قالت له إن ورشة ATR جديدة هتتكون قريب وهي هتشتغل حارس شخصي هناك. طلبت من كيرت يشتغل في الورشة معاها لأن إليليا وصت بيه بشدة بعد شغله في مكانها. كيرت فرح لما سمع كده، بس تردد لأنه حس إنه محتاج يشتغل مع فرقة المغامرين، لكن المغامرين قالوا له إنه المفروض ما يضيعش الفرصة الذهبية دي من إيده. أوليليا ضافت إنه بما إن الورشة جديدة محتاجين عمال كتير، وقررت تشغل المغامرين كمان. الكل فرح بالترتيب، وبعدين أوليليا قالت لكيرت إنه المفروض يقيم قدراته غير القتالية قبل ما يبدأ شغل في الورشة. كيرت وافق معاها ووصل مكتب التوظيف، وهناك ميميكو وصلت من العاصمة عشان تقيمه. أول ما التقييم خلص كيرت خرج يحتفل مع أصحابه المغامرين، بس أوليليا راحت تتكلم مع ميميكو عن النتائج. ميميكو عجت لها إنها قالت لكيرت إن عنده مهارات رتبة B في الطبخ والتنظيف والتعدين، وقدرات رتبة C في باقي الحاجات، لكن دي كانت مجرد كذبة، وهو كان عنده قدرات رتبة SSS في كل حاجة. ميميكو قالت إن دي حاجة كويسة إنها هي اللي عملت التقييم، لأنه هيكون خطر جدا لو الخبر طلع بره.
يا دوبك قالت كده سمعت صوت أنين والتفتت عشان تشوف موظفة الاستقبال بتحاول تسد ودانها عشان تقنع ميميكو وأوليليا إنها ما سمعتش أي حاجة. وبعدها في فترة قصيرة كيرت ومجموعته اتجهوا المدينة بعيدة في عربة سريعة. بينما كيرت بيوري الكل قد إيه هو مش متحضر بإنه بيلزق مناخيره في الشباك، ليز شرحت إن المدينة اللي رايحين لها كانت مرة قاعدة عسكرية جنب منطقة الشياطين، بعيدة جدا عن باقي البلد، وما يقدروش حتى ينتقلوا آنيا ليها مباشرة. بس ليز قالت إنها لسه مدينة مهمة للتحالف. فرقة المغامرين لسه مش مصدقين إنهم هيتوظفوا عند ألير مايستر في مدينة مهمة زي دي، بس أوليسيا قالت لهم إنهم مؤهلين كويس للشغل. المحارب كانزو والساموراي دانجو فرحوا لما سمعوا كده وسألوا عن الألير مايستر اللي هيخدموه، بس ده خلى أوليليا عاجزة عن الكلام، وبطريقة ما اخترعت أعذار عن إن المايستر مشغول بشغل مفاجئ. في نفس الوقت سينا مش مصدقة إنهم مؤهلين يشتغلوا مع ألير مايستر، فاكرة إن أوليسيا عرضت عليهم الشغل ده بس عشان تسكتهم، وهي مصممة تحمي أخوها ودانجو لو كانوا في أي خطر. قريب وصلوا المدينة اللي ورشتهم هتكون فيها، بس كيرت افتكرها كالمدينة اللي بدأ فيها شغل كفريلانسر. زعل وهو بيفتكر إزاي اتطرد بعد 3 أيام بس من الشغل في موقع البنا. بس أول ما دخلوا المدينة لقى إن السور الباقي لسه ما تصلحش. أوليسيا شتتته بإنها قالت له إنه يمكن بيرمموا السور بتقنية مختلفة، وكيرت صدق الكذبة دي. بعدها في فترة قصيرة وصلوا الموقع ورشتهم، بس كانت مجرد أرض فاضية. أوليا قالت لكل إنهم هيقعدوا في فندق لحد ما الورشة تتبني، وبعدين التفتت لكيرت وسألته إذا كان يقدر يعمل كل ده لوحده. كيرت بتوتر قال لها إنه ما يقدرش يبني ورشة في يوم واحد بس يقدر يعمل واحدة في 3 أيام. المغامرين اتصدموا لما سمعوا ده، بس أوليليا قالت لكيرت إنه ياخد وقته براحته ويسألهم لو محتاج أي مواد. كيرت فوراً جهز قائمة بحاجات زي الجمشت والياقوت وجناح الجريفن، وأوليسيا قالت له إنها هتجيبهم في خلال يومين. سينا شكت في القائمة الغريبة، وأوليسيا لاحظت رد فعلها الغريب. بسرعة قالت لكل يتبعهم للفندق عشان كيرت يقدر يشتغل في هدوء. طلبت كمان من كيرت يجي الفندق عشان الوجبات والراحة، وهو وافق معاها. وبكده كل واحد تاني راح للفندق، وأوليسيا عملت اجتماع مع المغامرين عشان تمليهم التفاصيل المهمة. عرفت نفسها كمغامرة كانت شغالة سابقا مع الملكة، وبعدين ليز عرفت نفسها كالأميرة الثالثة للبلد. فك المغامرين وقع لما سمعوا ده وسألوا إذا كان كيرت نبيل كمان. أوليسيا قالت إنهم حتى هم ما يعرفوش هوية كيرت الحقيقية، بس يعرفوا إن مهاراته القتالية كلها رتبة جي، وكل المهارات التانية رتبة SSS. قالت إنهم ما قالوش لكيرت عن ده لأنه مش هيصدق، بس ده عصب سينا. زعرت لأوليسيا قايلة إنها بتستغل كيرت بإنها بتخبي الحقيقة عنه، وبعدين التفتت لأخوها عشان الدعم، بس كان عارف إنهم بيتعاملوا مع حاجات أكبر من مستواهم بكتير، فطلب من البنات يكملوا. ليز بعدين قالت لهم إنها اتلعنت من حد، وكيرت اتكسر اللعنة بإنه طبخ لها عصيدة، عشان كده قرروا يعملوا ورشة في البلدة البعيدة دي عشان يقدروا يخبوا هويتهم عن العالم ويجبروا الشخص اللي لعنها يجي يدور عليها. ليز شرحت إن كيرت ما يعرفش أي حاجة عن ده، وهو مش حتى واخد باله إنها أميرة، بس لسه ساعده من غير ما يطلب أي حاجة في المقابل. أوليسيا قالت إن كيرت ألقى من إنه يكون في العالم ده وعايزة تحميه، وليز طلبت من المغامرين يساعدوهم في ده. دانجو وكير فوراً وافقوا على طلبهم لأن كيرت صاحبهم، بس سينا لسه مش واثقة فيهم. سألتهم ليه يفترض يعرضوا حياتهم للخطر عشان حد قابلوه من 3 أيام بس، وأوليسيا ردت عليها إنها فهماها كويس جدا لأنها هي كمان قابلت كيرت من 6 أيام بس. سينا اتصدمت لما تعرف ده وسابت الفندق وهي بتتساءل تعمل إيه. قررت تطمن على كيرت الأول وتقول له الحقيقة، بس أول ما دخلت موقع الورشة لقت إن كيرت خلص البدروم خلاص. اتصدمت من ده، بس كيرت قال لها إنه ماشي ببطء شديد لأن في قريته الناس كانوا بيقدروا يبنوا دستة بيوت في يوم واحد بس. سينا المصدومة سألت كيرت إذا كان مش بيكره إن الشغل بيترمي عليه، وهو رد إنه بيحبه جدا لأنه كل واحد في فرقته القديمة كان بيقول له إنه ملوش لازمة، بس دلوقتي عنده فرصة يكون مفيد للكل. سينا فجأة فهمت ليه أوليفيا قالت إن كيرت نقي قوي، وقررت تنضم لتمثيليتها وتحمي كيرت من العالم. عن الناحية التانية دانزو رجع المدينة اللي كان شغال فيها قبل كده وقابل باندانا اللي شغالة كمخبرة. قالت له إن الحمال اللي سحب عليهم في مهمتهم الأخيرة في الحقيقة مجرم محترف بينضم للفرق عشان يخرب عليهم. قالت إن واحدة من الفرق المنافسة ليهم دفعت له عشان يخليهم يسجلوا في المهمة الخطيرة دي عشان يموتوا كلهم، وهو تقريبا نجح في كده. دانزو شكر باندانا ودفع لها أتعابها على المعلومة قبل ما يروح البار اللي الخاين مستمتع فيه بنجاحه. شتم فرقة دانزو إنهم نجوا من الكهف الخطير، وبعدين خدوا عرض شغل من الأميلة الثالثة، بس لسه بيخطط يسحقهم عشان قيمته تزيد في عين عملائه المستقبليين.
لكن أول ما لمح دانزو قاعد وراه اتخض وجري من البار، اتكعبل في سلك، ودانزو بسهولة لحقه قايلا إنه كان المفروض يكون واخد باله أكتر لما شغله. الخاين عملها على نفسه وهو بيترجى الرحمة، ولحسن حظه دانزو ما كانش عايز يقتله، سابه بس بتحذير إنه ما يقربش من صحابه تاني أبدا. بس ده خيب أمل باندانا اللي كانت مستخبية في الضلمة طول الوقت. كانت عايزة دانزو يتعامل مع الخاين لأنه ممكن يعمل مشاكل لخطط سيدها في المستقبل، بس يا دوبك كانت هتعملها بنفسها. جاسوسين وصلوا هناك وخدوا الخاين. باندانا عرفتهم كأعضاء في وحدة المخابرات اللي بتديرها ميميكو، اللي سيدها أمرها تسيبهم في حالهم. يا دوبك جالها رسالة من سيدها عن مهمتها جاية للتحقيق في مسقط راس كيرت. في نفس الوقت عدت 3 أيام من ساعة ما كيرت بدأ شغل في الورشة، ولما كله وصل عشان يشوفها ما كانوش مصدقين عينيهم. الورشة كانت أفخم مبنى شافوه في حياتهم، وفي شجر فاكهة في الجنينة. محدش فهم ازاي كيرت عمل كل ده في 3 أيام بس لسه ما شافوش جوه الورشة، مفروشة بالكامل في كل حتة. وكيرت حتى عمل جهاز خاص يقدر يعمل كل المية اللي محتاجينها. ده الجزء اللي لخبط الكل أكتر، وسألوا كيرت يشرح لهم ازاي عمله. قال لأوليسيا إنه حول الأحجار الكميمة اللي طلبتها لكريستالات سحرية عشان تقدر توفر مية ونور وحرارة للمبنى طول السنة. عمل كمان أوض خاصة لكل واحد ومكتب فخم للإلير مايستر. سأل إليشيا إمتى الإلير مايستر هيرجع، وهي اخترعت عذر إنه نشغل حاجة جديدة المرة دي. بعدين سألته فين أوضته، وهو رد إنه بما إنه مسؤول عن المشاوير بس مش محتاج أوضة، فهيقعد في دولاب المطبخ الفاضي. الكل اتخض لما سمع كده، وبعدين أوليفيا وليز قالوا له يستخدم المكتب كأوضته لأنه هيكون فاضي في الوقت الحالي. خد ساعتين إقناع من الكل عشان كيرت يوافد يستخدم المكتب كأوضته. أوليفيا بعدين سألته إذا كان يقدر يعمل حاجز يحمي البيت من اللعنات، بس ده كان أكبر من خبرة كيرت. أوليفيا اضطرت تستخدم الطريقة القديمة، وهي وضع دوائر حماية في كل حتة في البيت عشان تحمي ليز والآخرين من اللعنات. بس اتخضت لما ليز فتحت بابها متوقعة إنه كيرت اللي هنا عشان يتسلل سريرها بالليل. لكن الصبح بينما كل مشغول بيستمتع بالأكل اللي جهزه كيرت، راح في مهمة ينظف دوائر الحماية، فاكر إنها كتابة على الحيطة. أوليفيا جريت توقفه بس كانت متأخرة قوي، وكيرت نظف آخر دايرة قدام عينيها. حتى لو ميميكو قالت إنه مستحيل يتشالوا، اخترعت قصة تشرح الدوائر دي لكيرت. بس بعدين بدأت تقلق لأن ما عندهاش أي دوائر تانية، ولو حد استهدف الأميرة دلوقتي هي الوحيدة اللي تقدر تحميها. عدت كام يوم من الحادثة دي، ولحسن حظهم مفيش أي هجمات على حياة ليزا. أوليفيا مرتاحة إن الأميرة شكلها كويسة تماماً، حتى لو كيرت مسح الدوائر السحرية لطرد اللعنات. بتتساءل إذا كان ده بسبب إن أعدائنا ما يعرفوش مكانها، أو إن طبخ كيرت ببساطة بيبطل كل اللعنات اللي بتترمي عليها من غير ما حد يعرف. وكمان ميميكو وصلت المدينة ونشرت شبكة جواسيسها عشان يمسكوا أعدائهم، وأوليفيا بتفكر إنهم يقدروا يرتاحوا في الوقت الحالي. بعدين دقت الكيك اللي عمله كيرت وفقدت عقلها من كتر ما هي لذيذة. ليز كمان مدحت الكيك، وكيرت قال له إنه عملها بدقيق الرز. ليز علقت إنه شاطر جدا في عمل أطباق الرز لأنه عصيدة الرز بتاعه هي اللي كسرت لعنتها. طلبت منه يجهزها أي وقت تقع تحت لعنة، بس كيرت قال لها إنه مفيش داعي لده لأنها مش هتتلعن تاني. أوليفيا اتفاجأت لما سمعت ده وسألت كيرت إزاي يقدر يقول كده بثقة، لأنه قبل كده قال لهم إنه صعب يعمل حاجز يحمي من اللعنات. وحسناً كيرت قال لهم إنه فعلاً صعب تعمل حاجز يطرد اللعنات جوه المبنى، لأن المبنى نفسه حاجز بيعكس اللعنة على مستخدم، وعشان كده قال كلامه اللي فات. أضاف إنه عدل وظيفة الحاجز شوية، وبدل ما يعكس اللعنة على المستخدم بيخليهم يلمعوا بشكل ساطع، عشان مش عايز أي حد يتأذي من اللعنة. أوليفيا فوراً راحت تبلغ ميميكو والآخرين بده، وكيرت سأل ليز إذا كانت تحب تروح تتسوق معاه. ليز زهلت لما سمعت ده وقالت له إنها على الرغم من إنها عايزة تروح معاه ما تقدرش تسيب أمان المبنى. على الناحية التانية الجنرال راد ومؤسده كانوا بيقوموا بدورية على أسوار المدينة بسبب ضباب كثيف حواليهم. الجنرال كان عنده إحساس إن حاجة وحشة هتحصل، بس مؤسده كان بيقول له إنهم المفروض ما يقلقوش قوي لأن أسوار المدينة اتصلحت كويس. فكروا إنه راد أشرف على المشروع بنفسه، والجنرال رد إنه عمل كده عشان يتأكد إنه مفيش أي جواسيس أعداء اخترقوا أمن المدينة. في نفس الوقت ميميكو، أليا وأوليفيا لقيوا مستخدم لعنات بيلمع حتى بعد موته. ميميكو قالت لهم إنه كان ميت خلاص لما جواسيس لقوه،
وآلية علقت إن كيرت عمل حاجز عاكس قوي جدا بيشتغل حتى لو الهدف ميت. قالت إنه لو كيرت تعاون معاهم بالكامل وادالهم معلومات مش هيقدر أي عدو يتوهش حواليهم. في نفس الوقت الجنرال راد ومؤسده مشوا جوه المدينة عشان يشوفوا اللي بيحصل، وعلى ما بدأوا يلاحظوا حاجة مختلفة اترمت عليهم قنابل لعنات. يقدروا يحلوا المشكلة دي في يوم واحد بس أوليسيا ضد ده لأنها مش عايزة تعرضوا لأي خطر. فجأة سمعوا أجراس إنذار المدينة بتضرب، وجيش من وحوش الهياكل العظمية بيقرب من أسوار المدينة. الجنرال راد ومساعده اتخضوا لما شافوا ده، بس بسرعة جمعوا الجنود. الريد قرر يفضل ويدافع عن المدينة بحياته وطلب من مساعده يخلي الناس. بس فجأة الهياكل العظمية مشت مباشرة جوه السور واختفت. الكل اتلخبط من اللي بيحصل، وحتى أوليسيا والآخرين وصل لهم التقرير ده عن طريق جواسيسها. أوليسيا فجأة فهمت إن الوحوش بتختفي بعد ما بيمتصها الجانب الغربي من السور اللي كان الجزء اللي كيرت صلحه. تقريبا الموجة الأولى من الوحوش امتصت بالكامل في السور، بس المزيد منهم هيوصل قريبا. اللي ورا الهجوم ده مارليفس، معالجة فرقة كيرت القديمة اللي طردها الأسقف بعد ما قائد الفرقة قبض عليه. مارليفس حاولت تشرح إنها ملهاش دعوة بده، بس الأسقف الكرشة قال لها إن أفعالها جابت العار للكنيسة، لكنه اداها فرصة تصلح غلطتها وكمان تترقى لكاهنة رسمية. مارليفس كانت متشوقة تعرف أكتر، والأسقف صب نبيت غالي قبل ما يقول لها عن المهمة. أول ما مارليفس شربت النبيت، الوغد التخين قال لها إن مهمتها هي إنها تساعده يختال الأميرة الثالثة ليز. اتصدمت لما سمعت ده، وفي اللحظة اللي بعدها لعنة سيطرت على جسمها. الأسقف قال لها إن النبيت كان ملعون، ودلوقتي ما تقدرش تاكل أي حاجة غير مية لحد ما تقتل ليز. مارليفس قبلت المهمة فاكرة إنها المفروض تتبع أوامر الأسقف لأنه ممثل لإلههم، لكن قريبا فهمت إن الأسقف عمل صفقة مع الشيطان عشان يختال ليز، بس كان الأوان فات تغير قرارها ساعتها. في الحاضر الشيطان بيمتص قوتها السحرية عشان يستدعي هياكل عظمية أكتر، وليز بتفهم إنها اتعملت كبش فدا. اليوم اللي بعده أوليسيا بتقول لليز وكيرت عن هجوم وحوش الهياكل العظمية اللي جاية من أطلال قريبة. بتقول إن اللحظة اللي الهياكل العظمية لمست فيها السور اتدمروا، وكيرت بيرد إن ده شيء بديهي في قريته إن الهياكل العظمية بتتطهر لما تلمس الحيطان. أوليسيا مش متفاجئة حتى من ده، بس عارفة إن كيرت صلح تلت السور بس، والجزء الباقي لسه ضعيف قدام الهياكل العظمية. فجأة بتجيلها فكرة وبتقول لليز وكيرت يفضلوا جوه المبنى وهي هتروح الأطلال وتنظف مصدر الوحوش. كيرت بيتطوع يروح معاها، بس أوليسيا بتقوله إنه ما بيعرفش حتى يحارب وشغله الأساسي يحمي ليز. بعدين بتروح المخزن وبتطلع كريستالات السحرية اللي عملها كيرت لأن خطتها بتشمل استخدامهم ضد الوحوش. بعد كده أوليسيا بتاخد ناميكو وأفيليا لفكونات الفرسان، حيث الريد مشغول بيحط استراتيجية للدفاع عن المدينة. بيتفاجئ لما بيشوف ناس مهمة قوي كده هنا. أوليسيا بتقوله إنهم كلهم هنا عشان يحافظوا على سلامة الأميرة ليز. أوليسيا فوراً بتدخل في الموضوع وبتقول للراد يشتت الوحوش ويفتح طريق للأطلال عشان تقدر تتعامل مع مصدر المشكلة. الراد بيقول لها إن ده خطر جداً، بس أوليسيا بتوريه الكريستالات السحرية وبتقوله إنهم كافيين يخلصوا الشغل. الراد بيوافق يتبع خطتها، بس بيقرر يداهم الأطلال مع أوليسيا ويسيب دفاع المدينة لناهبه. بيتجهوا لبوابات المدينة وبيلاقوا حشد ضخم من وحوش زومبي قدامهم. أوليسيا بتقول للكل يغمض عينيهم وهي بترمي كريستالة سحرية عليهم، واللحظة اللي الكريستالة لمست فيها زومبي أطلقت دفع الضوء شديد وطهرت كل الوحوش في المنطقة فوراً. حتى أوليسيا اتفاجأت بمدى فعالية الكريستالة السحرية، بس ما عندهاش وقت تضيعه وفوراً انطلقت مع الراد. نرجع للورشة. كيرت بيتساءل إزاي يقدر يساعد صحابه يتعاملوا مع مشكلة الوحوش. بيفتكر حداد أستاذ في قريته، وبيفكر إن لو قدر يعمل أسلحة زيه ممكن يقدر يعمل حاجة، فبيبدأ يصنع سيف قصير بس ما بيبقاش راضي عن النتيجة. يدوبك كان هيرمي السيف، ليز بتيجي هناك بتدور عليه، بتبقى فضولية بخصوص السيف اللي ماسكه، وكيرت بيقول لها إنه ما طلعش كويس زي ما كان بيتمنى، بس تقدر تفعل تعويذة سحرية محفورة فيه بإنها تمسكه فوق راسها. ليز بتقول له إنها حابة السيف قوي فبيهديه ليها، بتشكره على ده، بس كيرت بيفتكر إن مرحها ده مجرد تمثيل وإن في الحقيقة خايفة طول الوقت. بيقرر أخيرا يواجهه ويسأله إذا كان في حد ورا حياتها. ليز بتزعل لما تسمع ده وبتأكد السؤال قائلة إنها مسببة مشاكل كتير لأصحابها بسبب كده. بتقول إن حتى دلوقتي أوليسيا راحت الأطلال الغربية عشان توقف الناس اللي ورا حياتها. كيرت فجأة بيفتكر إنه مرة راح الأطلال الغربية مع فرقته القديمة وإنها كانت المكان المثالي للرسم على الحيطان. بيفتكر إن اللي ورا حياة ليز هو الوحش الجرافيتي الصغير اللي أوليسيا قالت له عنه، وبيتساءل إذا كان ضعيف قوي كده لدرجة إنه ما بيعرفش حتى يحاربه. ليز بتقول له إنها كمان عايزة تحارب أعدائها عشان صحابها ما يضطروش يخاطروا بحياتهم، وكيرت بيتعاطف معاها لأن هو كمان حاسس بالعجز. بيقول لليز إنهم المفروض يروحوا الأطلال ويهزموا الوحش بنفسهم، بس هي مش متأكدة قوي من ده. بتقول له إن الوحوش حصرت المدينة من كل الاتجاهات،
بس كيرت بيقول إنهم دايما يقدروا يلاقوا طرق جديدة يوصلوا بيها للأطلال ويتعاملوا مع الأعداء. ليز بتلبس عشان تروح الأطلال لأنها محتاجة تظبط شكلها قبل ما تحارب. بعدين بتبص على السكينة اللي كيرت لسه مديها لها وبتفتكر إنه قال لها إن فيها تعويذة سحرية بتتفعل لما تمسكها فوق راسها. بتبقى فضولية بخصوص السحر فبتسحب السكينة من غمدها وبتمسكها فوق راسها، بس مفيش حاجة بتحصل. وبعدين كيرت بيقول لها إنهم المفروض يمشوا دلوقتي، لكن يا دوبك بتلتفت بتشوف حاجة مفاجأة. في نفس الوقت أوليسيا والراد بيحاربوا وسط جحايل الزومبي وهم بيحاولوا يوصلوا للأطلال. الزومبي والوحوش التانية بيفضلوا يغلبوهم، حتى لو نائب القائد مشتت معظمهم. أوليسيا بتفتكر إنهم محتاجين يسرعوا ويلاقوا مصدر كل الوحوش دي، وفجأة بتسمع الراد بيئن من الألم. بتلتفت عشان تشوفه مصاب، بس وهي بتحاول تروح تساعده مجموعة وحوش بتلم عليها. يا دوبك هتوصل لكريستالة سحرية لما فجأة المغامرين اللي ورشتهم شغلتهم بيجوا يدعموها، بينما كانزو ودانجو بيساعدوا يحاربوا الوحوش. وسينا بتتأكد إن الوحوش فعلا جاية من الأطلال اللي قدامهم ولازم يكونوا موجودين في مكان ما تحت الأرض. أوليا بتقول للكل يغمضوا عينيهم قبل ما ترمي كريستالة سحرية على الأرض عشان تدمر الوحوش باستخدام ضوءها، وبعدين المجموعة بتتجه ناحية الأطلال. أوليا بتدي للراد أنبوبة اختبار، قايلة إنها مجرد شوربة معمولة من أعشاب طبية، بس أول ما بيشربها جروحه بتلتئم من غير حتى ما تسيب أثر. الراد مش مصدق إن الدواء ده مجرد شوربة، بس المغامرين بيقولوا له إنه هيفضل يتفاجئ باللي كيرت يقدر يعمله. يا دوبك مجموعة وحوش بتخرج من الأطلال، وكانز بيقول لأوليا تسيبهم لفريقه. التلاتة بينطلقوا ناحية الوحوش، بينما أوليسيا والراد بيتسللوا من جنبهم وبيدخلوا الأطلال. في نفس الوقت مارل بتبدأ تحس بضعف شديد وبتفهم إنه لو الشيطان استخدم قوتها عشان يستدعي وحوش للموجتين كمان هتموت. الشيطان بيقرر يتفقد تقدم أتباعه، وبيلاقيهم محاصرين نائب القائد اللي بيستخدم كريستالة سحرية عشان يدمرهم بالكامل. مش فاهم إيه اللي بيحصل، وحتى مارل متلخبطة لأنها عمرها ما شافت كريستالة سحرية تقدر تعمل كده. الشيطان بعدين بيلاقي إن شخصين دخلوا الأطلال وبيفتكر إنهم يستاهلوا ترحيب شخصي منه. في نفس الوقت أوليسيا والراد بيوصلوا لوسط الأطلال وبيلاقوا الأوضة اللي الوحوش بتتخلق منها. أوليا بترمي كريستالة سحرية على الأرض والوحوش بتختفي، بس هي مش متأكدة إذا كانت اتعاملت مع جذر المشكلة. وهما الاتنين ماشيين لقدام، الشيطان بيجي يرحب بيهم. أوليا بتقول إن ده الزعيم الأخير اللي محتاجين يهزموه، وبتنطلق ناحيته. بترمي كريستالة سحرية في الهواء وبعدين بتشرحها، بتعمل دفعة ضوء شديدة، لكن ده مش كافي يطرد الشيطان. وهو بيقول لأوليا إن هجمتها كانت هتبقى خطيرة جدا عليه لو ما كانش عنده أرواح لا نهائية. يا دوبك الراد بيهاجم سيد الشياطين اللي حتى ما كلفش نفسه يتفادى لأن جروحه بتلتئم فورا. بيقول لإليسيا والراد إنهم مش وحشين بالنسبة للبشر، وبعدين بيوريهم مشهد للفرسان وهما بيكافحوا ضد الوحوش. الشيطان بيسميهم أغبياء لأنهم بيخاطروا بحياتهم عشان يحموا المدينة والأميرة، بس الراد بيعلن إن فرسانه عمرهم ما هيخلوا شيطان يعمل اللي هو عايزه. الشيطان بيقرر يهزمهم بالكامل، وبيستدعي شوية وحوش قوية، قايلا إن المغامرين عند بوابة الأطلال مش هيقدروا يوقفوها، والوحش في الآخر هيوصل سور المدينة ويدمره. أوليسيا والراد بيهاجموا الشيطان وهو في نص مونولوجه الشرير، بس الشيطان بياخد راسه وبيركبها تاني كأنه معمول من لاجو. أوليا بتبدأ تخاف دلوقتي لأنهم مهما عملوا شكلهم مش قادرين يأذوا الشيطان، ولو وحوشه فعلا اخترقت دفاعات المدينة ناس بريئة كتير هتموت. الشيطان بيستمتع بنظرة اليأس على وشها وبيقول لها إن مخاوفها قريبا هتتحقق. في نفس الوقت مايل مرهقة وجعانة جدا في أوضة الاستدعاء، ما عندهاش قوة تجري أو تمسح الدايرة السحرية، وبتتمنى تاكل أكل كيرت البيتي لآخر مرة. فجأة بتسمع صوت كيرت بيقول إنهم المفروض يحفروا هنا، وبتفتكر إنها بتهلوز بيه. لكن بعد لحظات كيرت بيكسر أرضية الأطلال وبيطلع، بيتفاجئ لما بيشوف مايل هناك وهي متفاجئة كمان. كيرت بعدين بيساعد ليز تطلع، ومايل بتفتكر إن كيرت عارف إنها ورا محاولة اغتيال الأميرة، وإنه جاب الأميرة هنا عشان يقنعها بعكس كده. ليز بتسأل كيرت عن الست اللي مرمية على الدايرة السحرية، وهو بيقول لها إنها راهبة ومعالجة فرقته القديمة. مايل بتقول إنها راهبة سابقة لأنها اتطردت من الكنيسة، وكيرت بيسألها إذا كان ده السبب إنها كانت بتستهدف ليز. مايل بتقرر تقوله الحقيقة إن الأسقف تريستان ورا ده، بس كيرت حتى ما بيسمعهاش وبيسألها إذا كانت اتجمنت بسبب إنها اترفضت وبدأت ترسم دوائر غريبة في كل حتة. مايل متلخبطة، بس ليز بتسمع كل حاجة وبتفهم إن العدو الحقيقي هو الأسقف. وكيرت بيزعق لمايل عشان بترسم في كل حتة، وليز بتشكره إنه اتعصب عشانها. مايل مش فاهمة حتى الأبهل دول بيتكلموا عن إيه، وبعدين كيرت بيسألها أوليسيا فين، لأنها المفروض تكون جت هنا عشان توضف الحاجات دي. مايل بتقوله إنها فوق، وكيرت بيقرر يقابلها،
بيقول لليز تفضل هنا لأنها هتكون بأمان، بس هي بتتطوع تطلع فوق وتقابل إليسيا بدل كده. بتقول لكيرت إنه مش محتاج يقلق لأن اللي بيستهدفها موجود هنا، وهي معاها السكينة اللي اداها لها قبل كده. مع مغادرة الأميرة، مايل بتتسأل كيرت ممكن يكون غبي قد إيه عشان يبعتها لموتها، بس بعدين بيجهز ممسحة عشان يمسح الدايرة السحرية. مايل بتفتكر إنه ما يقدرش يعمل كده، بس كيرت بينظف الدايرة السحرية بمسحة واحدة بس وبيكسرها، والشيطان بيحس بده كمان وبيضطر يتفادى الهجمة من أوليسيا ورود لأنه بقاش منيع. هما الاتنين بيفهموا ده، وأوليا بتحاول تستخدم كريستالة سحرية ضده، بس الشيطان بسرعة بيضربها بعيد عن إيديها. الشيطان بيعلن إنه هيقتلهم بسرعة دلوقتي، بس يا دوبك ليز بتوصل هناك. الكل بيتصدم لما بيشوفها، بس الشيطان ما بيضيعش وقته وبيطعنها بهجمة دقيقة في قلبها. ليز بتقع على الأرض وأوليا بتتخض. الشيطان بيضحك بيقول إن الأميرة كانت غبية كفاية إنها تساعده يكمل شغله، بس يا دوبك جسم ليزا بيتحول لفراشات معمولة من نور. الكل متلخبط من اللي بيحصل، وبعدين ليز الحقيقية بتظهر ورا أوليا والرد. الشيطان مش مصدق إنه لسه مهاجم وهم لأنها حست كأنها إنسانة حقيقية، وليز بتقوله إن ده بسبب السكينة اللي كيرت عملها لها. بتقول إن السكينة عندها قوة تعمل أوهام مثالية تقدر تخدع أي حد تماما. الشيطان فورا بيهاجمها تاني، بس بيتضح إنه وهم كمان. ليز الحقيقية بتظهر جنب الكريستالة السحرية وبتكسرها، والشيطان بيصرخ من الألم والنور بيدمره. كيرت بيسمع الصراخ من تحت وبيتسأل إيه بحق الجحيم اللي بيحصل في نفس الوقت. الوحوش اللي استدعاها الشيطان بتختفي فورا بعد موته، والكل بيحس براحة. لكن أوليا غضبانة من ليز عشان خطرت حياتها وجات الأطلال، بتزعق لها، وليز بتعتذر بتقول إنها حست إنها لازم تعمل حاجة. وبعدين أوليا بتقول إنها مش محتاجة تعتذر لأنها فعلا أنقذت مؤخرتنا. الرد بيوافق معاها وبيشكر الأميرة إنها أنقذت حياته، بس هي بتقول له يبطل يتصرف برسمية قوي كده. بتقول إنهم الاتنين عملوا شغل رائع عشان يحموا المدينة وبتوعدهم تكافئهم. الرد بيطلب كمية ضخمة من الكحول عشان يحتفل مع رجالته. نرجع للبدروم. كورت بيخلص تنظيف الدايرة السحرية، ومارل بتحس بجوع شديد بسبب اللعنة اللي عليها. كورت بيسمع بطنها بتصوصل وبيعرض عليها شوية كور رز عملها. مارل بتفتكر إنها هترجعها فورا بعد ما تاكل بسبب اللعنة، بس لسه عايزة تدوق طبخ كورت لآخر مرة. بتاخد قضمة من كرة الرز وبتلاقيها لذيذة بشكل لا يصدق، واللحظة اللي بعدها لعنتها بتختفي هي كمان. مارال مش مصدقة، بس دلوقتي الموضوع بقى منطقي ليها إزاي كيرت قدر ببساطة يمسح الدايرة السحرية. بتفهم إن كيرت هو اللي كان بيحمي فرقتهم طول الوقت وهم استغلوا طيبته. بتبدأ تعيط دموع الندم وبتعتذر لكيرت وهو بيقول لها إن مفيش مشكلة بما إنها اتعلمت درسها. يا دوبك ليز وأوليا بيوصلوا هناك، وقبل ما يوصلوا لمارال جاسوسين من عند ميميكو بيطلعوا من الحفرة عشان يقبضوا على مارال، وهم بياخدوها. مارال بتتمنى ان كيرت يدافع عنها، بس هو بيوعدها بس يجيب لها عيشها المفضل وهي في السجن. بعد كده ليز وكيرت بيطمنوا على بعض، وأولاسيا مش مصدقة ان الأبلهين دول أنقذوها. على أي حال بتحط دراعها حوالين كيرت وبتقوله انهم المفروض يرجعوا البيت. بالليل حفلة بتتعمل لكل الفرسان وهم بيفضلوا ياكلوا بتركيز كامل. كيرت بيقلق لأن هو اللي طبخ الأكل، وبالنسبة له شكل الفرسان بيجبروا نفسهم ياكلوا الأكل لأنهم حتى مش بيتكلموا. بتوتر بيسأل إذا كان المفروض يجهز حاجة مختلفة، بس الرد بيقول له إنه مش محتاج يقلق لأن الأكل لذيذ قوي لدرجة إن الفرسان مش قادرين يركزوا في أي حاجة تانية. كيرت بيفرح لما بيسمع ده وبيفتكر إن المشرف من شغله في البنا راجل كويس، لكن لما بيعرف إنه في الحقيقة جنرال المدينة بيتصدم جدا. الرد بيسأله إذا كان بيحب المدينة دي، وكيرت بيقول له إنه بيحبها جدا لأنها مكان لطيف الواحد يكون فيه. بيقول إن ده أكيد بسبب إن الجنرال شاطر قوي في إدارتها، بس بعدين مساعده بيجي هناك وبيقول إن الرد فاشل في الشغل الإداري. الرد بس بيضربه بقوة عشان يسكت، وبعدين فجأة عرض ألعاب نارية بيبدأ. الكل منبهر بيه، وكيرت بيفرح لما بيسمع تقييماتهم لأن هو اللي جهز له الألعاب النارية. فجأة الرد ومساعده بيلاحظوا إن جروحهم من معركة النهاردة التأمت، وكيرت بيسأل أنتوا متفاجئين ليه؟ لأن من البديهي إن الجروح بتختفي بعد وجبة كويسة. بعدها بفترة قصيرة كيرت والآخرين بياخدوا عربة عشان يوصلوا قرية قريبة، بس بينام خلال الرحلة وبيحلم بطفولته من 10 سنين لما كان طفل لطيف في قريته الغامضة. قابل بنت تنين كانت بنت تاجر رحال كان بيجي قريتهم كتير. كيرت الصغير اتحمس وراح يكلمها، بس ما ردتش مهما قال. يا دوبك كان هيعيط لما فجأة البنت اللي اسمها هيلدا قالت إن باباها طلب منها ما تتكلمش مع أهل القرية دي لأنهم غريبي الأطوار وهي ممكن تلقط منهم عادات غريبة. أعلنت إنها كانت بتتكلم بصوت عالي مع نفسها بس، وكيرت فرح جدا لما سمع إنها بتستخدم صغرة عشان تكلمه. قريب بقوا أصحاب كويسين، وهيلدا نسيت تماما نصيحة باباها وبدأت تلعب مع كيرت. ركبوا جولم للجبال القريبة لأن كيرت عايز يوريها وردة بألوان قوس قزح، بس هيلدا نزلت قبله وأكلت شوية توت أحمر شكله لذيذ. للأسف التوت كان سام.
وفوراً أغمى عليها ووقعت على الأرض. كيرت جري جنبها وعرف إيه اللي حصل، بس لحسن حظه كان يعرف إزاي يعمل دواء للسم، وبإصرار على إنقاذ هيلدا عمل الدواء وبعدين قرر يديه لأبكوسة. يا دوبك بيوصل للجزء ده أوليسيا بتقول له يصحى لأنهم وصلوا وجهتهم. أوليسيا بعدها بتروح تتكلم مع عمدة القرية اللي متخض بسبب نقص المية في القرية، بيقول إن ما عندهمش كفاية يشربوا وبالمعدل ده عمرهم ما هيقدروا يزرعوا محاصيل ياكلوا بيها. أوليسيا بتبص على الخريطة وتلاحظ إن في خزان مية ضخم في القرية المجاورة ويقدروا يوصلوه بالقرية دي. عمدة القرية بهستيريا بيقول لها إنه حاول كده، بس القرية المجاورة رفضت تشارك أي مية معاهم ودلوقتي مضطرين يعتمدوا على قوة ورشتهم عشان ينقذوا الكل. أوليسيا بترجع الفندق بعد كده وبتلاقي دانزو في نوبة حراسة، بينما كل واحد تاني طلع فوق الجبل يساعد مربي طيور عجوز في وجع ظهره. أوليسيا بتفكر إن ده غريب ومبالغ فيه، بس ده مش شغلها. بتقول لدانزو إنها رايحة القرية المجاورة تتفاوض على مشاركة المية مع دي، بس أول ما بتوصل هناك بتلاقيهم في حالة مزرية هم كمان، لأن احتياطيات المية بتاعتهم تقريبا جفت. بينما أوليسيا بتواسي عمدة القرية اللي بيعيط، مجموعة قرويين بيجروا يبلغوها بحالة طوارئ فوق الجبل. أوليسيا فورا بتجري هناك وبتلاقي بحيرة ضخمة هناك. بتجري على سيانا وكنزة وهي مستغربة ليه القرويين كانوا بيعيطوا على المية وهم عندهم بحيرة كبيرة زي دي. بيقولوا لها إنها ما كانتش هنا من كام لحظة. ولما كيرت بيقرب منهم بابتسامة، أوليسيا فورا بتفهم إيه اللي حصل. بيقول لها إنه كان بيعتني بشوية طيور وشكلهم عطشانين فسحب شوية مية جوفية. بيسأل أوليسيا إذا كانت خلصت مهمتها، وقبل ما تقدر تديله إجابة عمدة القريتين بيجوا هناك وبيقعوا على ركابهم وبيبدأوا يشكروا أوليسيا إن هي أنقذتهم بالسرعة دي. بتحاول تواسيهم وكيرت بيفتكر إن أوليسيا مذهلة لأنها حلت المشكلة في الوقت اللي خده هو عشان يحفر بير، وبكده الفرقة بترجع لقاعدتها. القرويين أهدوهم بيت كتير وكيرت بيبدأ يفكر هيعمل بيهم إيه. في نفس الوقت ليز بتزور بيت نبيل اسمه مارغريف تيون، اللي بصراحة كان المفروض يتسمى جابا ذا هات بدل كده. وهم بيتعشوا وبيتكلموا كلام عادي، ليز بتفكر إن تيون عنده سلطة وقوة تعادل دوق، بس موارده المالية مش دايما في أحسن حال، فبيضطر يعتمد على مساعدة خارجية. عنده كمان صلات عظيمة بممالك مجاورة وعايز يكسبها لصفه عشان يقوي موقفه أكتر. ليز بتخطط تكون حادة ومكرة عشان تغلب تيون في لعبته، وبتقوله إن النهاردة هي مش هنا كأميرة بس كممثلة للإيلايت مايستر بتاعها. تيون بيقول إنهم سمعوا إنهم استهلكوا كل الأحجار السحرية اللي تقدر تمسح كل الوحوش في نطاق 500 متر. ليز عارفة إنه بيحاول بس ياخد معلومات عن كيرت، فبتقول إن الأحجار ما كانتش قوية زي ما الإشاعات بتقول. وتيون فوراً بيغير استراتيجيته، بيقول إن البلدة اللي متمركزين فيها ما عندهاش اسم لسه، وليز بتأكد قايلة إن المحافظ هيقرر اسم البلدة أول ما يتعينوا. وظيفة تيون يرشح المحافظ، بس بيقول إنه بيلاقي صعوبة يلاقي الشخص المناسب للشغل، لأن البلدة جنب منطقة الشياطين والفرسان هناك كمان صعب السيطرة عليهم، عشان كده عايز يعين الإيلايت مايستر كمحافظ بدل كده. ليز بتتخض لما بتسمع ده، لأن كيرت حتى ما يعرفش إنه الإيلايت مايستر لسه، ولو بقى محافظ هيضطر يطلع للعلن. بتقول إنها ما تقدرش تقرر الموضوع بنفسها، وتيون بيرد إنه بما إنها بتمثل الإيلايت مايستر المفروض يكون عندها السلطة تعمل كده. ليز بتتخض أكتر لما بتسمع ده. وبعدين الراد كمان بيدعم اقتراح تيون بتعيين الإيلايت مايستر كمحافظ جديد، لأنه ما يعرفش إنهم بيتكلموا عن كيرت. ليز لسه بتحاول تغير رأي تيون، بس هو بيسألها إذا كان في أي عيق شخصي في المايستر بيخليه غير مناسب للشغل. ليز بتستفز لما بتسمع ده، وبتعلن إن الإيلايت مايستر بتاعهم هو أمهر وأنبل شخص في العالم كله، بس بعد ما بتتكلم بس بتفهم إنها تلعب عليها، وتيون خد اللي هو عايزه. أول ما ليز بترجع القصر بتقول لأوليفيا إيه اللي حصل، وبتتهزق لأنها اتخدعت. ليز بتحس بالسوء عشان كده، بس ما كانش فيه طريقة تخلي حد يشوه سمعة كيرت. بعدين بتسأل أوليفيا فين كيرت دلوقتي، وهي بترد إنه بيربي طفل. ليز بتتخض لما بتسمع إن كيرت عنده بيبي، بس مستعدة تتبنى الطفل عشان تبقى معاه للأبد. أوليفيا بتتنهد على الخروفة البيتا دي، وبتقول لها إنهم في الحقيقة خدوا شوية بيض عشان ساعدوا قرية، وواحدة منهم طلعت مخصبة، فكيرت بيعتني بيها دلوقتي. ليز بترتاح لما بتسمع ده. وبعدين أوليفيا بتقول إنها وهي عارفة كيرت طائر ببيض ذهب هيطلع من البيضة. ليز بتوافق معاها، ويدوبك بيسمعوا كيرت بيصرخ إن البيضة فقست. على الناحية التانية ميميكو غرقانة في الورق والتقارير من جواسيسها. بتلاقي إن الأسقف اللي عمل صفقة مع الشيطان اغتيل جوه الكنيسة، وده بيخليها تعتقد إنه ما كانش هو اللي بيحرك الخيوط فعلا. لسه ما قتلتش ماريا لأنها عايزة تخليها عايشة عشان كيرت. وبذكر كيرت بيوصلها تقرير عن اللي فقس من بيته، وبتفقد عقلها تماما لما بتقراه. نرجع للقصر، ليز وأوليفيا بيروحوا يشوفوا إيه اللي طلع من البيضة.
وما بيقدروش يصدقوا عينيهم لما بيشوفوا كيرت شايل بنت شكله بالظبط في دراعه. أوليفيا بتعمل اجتماع فوراً والكل مذهول وهو شايف كيرت شايل البنت، بيقول إنها فقست من البيضة شكلها كده، وده بيفاجئهم أكتر. البنت بعدين فجأة بتبدأ تلعب مع كيرت وبتناديه بابا، وأوليفيا بتقرر تقول له الخبر الصادم. بتقول إنه حتى واحد زي كيرت مفروض يعرف إن البشر مش بيتولدوا من بيض، وهو بيأكد. بتقول إن البنت غالباً وحش خلت شكلها زيه عشان تخدعه. أوليفيا بتقول لكيرت إن البنت غالباً هتقتله وكل واحد تاني لو ما تعاملوش معاها فوراً، بس هو بيرفض يسيبها. أوليفيا بتاخد البنت منه، بس كيرت بيتشبك في دراعها قايل له إن البنت مش وحش سيء وهو يقدر يربيها. أوليفيا بترفض تتأثر بكلامه، بس بعدين البنت بتناديها مامي وهي فوراً بتستسلم. بتبدأ تتخيل حياة زوجية مع كيرت، بس ليز الغضبانة بتفوقها من خيالها. بتاخد البنت في دراعها ولما بتناديها مامي هي كمان، ليز بتفقد صوابها وبترميها. لحسن الحظ سينا بتمسكها والبنت بتناديها أختي، وده بيفرحها هي كمان. بينما ليز وأوليفيا بيحاولوا يخلوا البنت تناديهم مامي مرة تانية، كينز بيوقفهم قايل لهم إن فريقه كمان هتساعد في تربية البنت وهيتأكدوا إنها ما تتحولش لشخص سيء. وحسنا إليشيا ما تقدرش تقول لأ لده بعد كل اللي حصل، وبتوافق تخلي البنت تقعد. ليز بتقول إنهم المفروض يسموا البنت اسم دلوقتي، وبيبدأوا يفكروا فوراً. ليز وأوليفيا الاتنين عايزين اسم البنت يكون مزيج من اسمهم مع اسم كيرت، بس لما البنت بتصحى وبتنادي على مامتها الاتنين بيجروا جنبها وبينسوا خلافاتهم، مستعدين يتنازلوا دلوقتي. وكيرت منبهر بقدرة البنت على جلب السلام للكل، بيقترح يسموها أكوي، لأن في لغة قريته ده معناه منطقة بتربط 3 نقط، والبنت بتربط ال3 ببعض. أوليفيا وليز الاتنين بيحبوا الفكرة وبيوافقوا على الاسم. بينادوا البنت بالاسم الجديد وأكوري بتبقى فرحانة لما بتسمعه. بالليل أوليسيا نايمة وأكوري في حضنها لما فجأة واحد من جواسيس ميميكو بيوصل هناك. بتصحى وبتديله ظرف فيه عينة من شعر ولعاب أكوري عشان يديها لميميكو عشان يقدروا يعرفوا أكتر عنها. اليوم اللي بعده كيرت بيعمل أوضة ألعاب لأكوري، بس أوليسيا بتخليه يصممها عشان تقدر تستخدم كسجن مزدوج. الحيطان معمولة من ميثريل، مفيش شبابيك والباب ما بيرضاش يتفتح من جوه كمان. بتحس بالسوء إنها خلت كيرت يعمل مكان زي ده لأكوري، بس مش عايزة تاخد أي مخاطرة لحد ما يوصل لها تقرير من ميميكو عن الأصل البيولوجي للبنت. أكوري بتلعب مع سينا وبعدين بتطلب من كيرت وأوليفيا ينضموا ليهم هم كمان، بس بيقولوا لها إنهم عندهم شغل يعملوه. كيرت بيوعدها إنه هيجي يلعب معاها أول ما الشغل يخلص، وبيطلب منها تكون بنت كويسة وتلعب مع سينا. قرايب كيرت وأوليفيا بيتجهوا للشغل بتاعهم وشايفه زعلان شوية. أوليفيا بتشجع كيرت إنهم يخلصوا الشغل بسرعة عشان يقدروا يرجعوا لأكوري. بيأكد وفجأة بيسمعوا صوت أكوري كمان. فوراً بيبصوا جوه العربية عشان يلاقوا أكوري هناك، وفك أوليا بيقع لما بتشوف ده. بتسأل البنت إزاي ممكن تكون هنا، وهي بترد إنها عملت فوش وجات هنا. محدش منهم فاهم هي تقصد إيه، بس أوليسيا بتتخض وبتتسأل المفروض يعملوا إيه دلوقتي. كيرت بيقول إنهم المفروض يرجعوا الورشة لأن الكل أكيد قلقان، بس يدوبك أوليا بتشوف الجاسوسة من امبارح. الجاسوسة بتتنكر عشان تبان كشخص عادي، وأوليا بتروح تكلمها قايلة لكيرت إنها هتطلب من الست توصل رسالة للورشة. كيرت بيفتكر إن أوليسيا مسؤولة جدا، وحتى لما كانت بتحاول تاخد أكوري منه كانت بتفكر بس في سلامته. بيتساءل إزاي يقدر يساعدها لأنه لو أكوري قلعت وحش مش هيقدر يعمل أي حاجة. بيزعل وهو بيفكر كده، بس أوليسيا بترجع قايلة إن محدش منهم غلطان بخصوص البنت لسه، وإنهم المفروض يبذلوا قصارى جهدهم عشان يتأكدوا إنها تطلع شخص كويس. وبكده بيتجهوا للقرية اللي بعدها، وهناك راجل عجوز بيرحب بيهم، مسميهم إياهم فريق الأبطال اللي هيهزموا سيد الشياطين ويجيبوا السلام للعالم. بينما كيرت وأكوري فوراً بيندمجوا في جو الراجل العجوز ادوله. أوليا بتتخض لأنها مش قادرة حتى تفهم هو بيقول إيه. أوليا بتقول لكيرت يهدى وهي اللي متوترة، بتقول إن المهمة حتى ما ذكرتش أي حاجة زي دي. ويدوبك بنت شقرة جميلة بتوصل هناك عشان توضح اللبس. بتقول لأوليا إنها هي العميل اللي قدم الطلب، والراجل العجوز هنا هو حماها اللي كان طول عمره نفسه يكون واحد من الشخصيات المهمة في القصص اللي بتدي مهمات مهمة للأبطال. بتعتذر بالنيابة عنه قايلة إن بقى خرفان مؤخرا، وبالتالي فقد الفلتر الداخلي بتاعه اللي كان بيمنعه يقول حاجات غبية زي دي. الست بعدين بتعلق إنها ما كانتش متوقعة زوجين لسه متجوزين جداد يجوا هنا عشان المهمة، وكيرت وأوليسيا الاتنين بيتكسفوا. أكوري مع ذلك بثقة بتناجيهم ماما وبابا، وده بيخلي الأمور أسوأ. كيرت بيتخض فاكر إن أوليسيا هتتضايق إنها بتتنادى مراته، والأسوأ من كده بتتنادى وهي صغيرة قوي كده.
بيقرر يخلص الشغل بسرعة عشان ما يتحرجوش أكتر، وبيسأل العميل عن المهمة وهي بتقوله إن خنازيرها مش بتاكل علفها كويس الأيام دي. نظرة واحدة عليهم وكيرت قادر يعرف إن الخنازير تعبانة بس بسبب الحر، وبيقرر يعمل شوية علف يساعدهم يتغلبوا على الحر. الست بتشكره وبتقرر تاخد حماها يتمشى، وبعدين كيرت بيبدأ يدور على أوليسيا اللي لسه وشها أحمر ومتجمدة مكانها لأنها اتنادت مرات كيرت. لكن الأهبل ده اللي ذكائه العاطفي زي نجم البحر الميت بيفتكر إنها مش بتتحرك لأنها غضبانة. على أي حال بيقرر يعمل علف الخنازير، بينما أوليا حاسة بدوخة لأن رغم فرق السن والطول الست اللي فاتت شافته كزوجة كيرت. بتبدأ تفكر إنها تنجب طفل منه بجد، بس بعدين بتضرب نفسها عشان تخرج من خيالها. بتحاول تهدي نفسها فاكرة إنها محتاجة بس تحمي كيرت من العالم، بس وهي بتشوفه شغال بسعادة بتحس بوجع حاد في قلبها. يا دوبك تنين أزرق ضخم بيطير فوقها، وأوليسيا بتتخض لأنه متجه مباشرة ناحية كيرت وأكوري. بتجري ورا التنين وبتصرخ على كيرت عشان تحذره، لكن أول ما التنين بينزل كيرت بيطلب من أوليا تقف وترجع سيفها. لسه قلقانة على أكوري لما التنين بينزل قدامها، بس بدل ما يهاجم أي حد بيبدأ ياكل علف الخنازير بصمت. أوليا مش فاهمة أي اللي بيحصل، وكيرت بيقول إنها ممكن ما تعرفش ده لأنها من المدينة، بس في القرى عادي إن التنانين تيجي تطلب نصيبها لما حد يكون بيجهز علف حيوانات. أكوري بتسأل كيرت إذا كان ده مجرد كلب كبير، وهو بيقول لها إنه في الحقيقة تنين بيبي. وهم بيتكلموا عن التنين، أوليا فجأة بتشم ريحة دم وبتقرر تحقق لوحدها في الموضوع. بطولة قريب بتلاقي واحدة من جواسيس ميميكو على الأرض فقدت الوعي وبتنزف. بتتسائل مين ممكن يكون عمل كده لما بتلاحظ حد مستخبي ورا الشجر. أوليا فوراً بتهاجم الشخص، وكيرت بيجري وراها لما بيسمع الصوت. بيسألها إذا كان كل حاجة تمام، بس أوليا بتقوله ياخد أكوري ويجري. بيبقى مستغرب، بس بعدين الشخص اللي بيحارب أوليا بيخرج من ورا الشجر. أوليا بتقف بينه كيرت والولي الشيطانة المفترسة اللي بتقول لهم يسلموا الطفل. أوليا بتفكر إنها ورا أكوري، بس كيرت بيفتكر إنها هنا عشان التنين البيبي. بيسأل الشيطانة إذا كانت صيادة تنانين، بس أوليا قادرة تعرف إنها مش صيادة تنانين، دي حاجة أسوأ من كده. مرة تانية بتقول لكيرت يجري، وهو بيحاول يعترض التنين البيبي بيمسك ياقاته ويطير بيه بعيد أو خوري. أوليا مش متفاجئة قوي إن كيرت نجح يروض التنين في وقت قصير زي ده، بس ما عندهاش وقت تتشتت والست المفترسة بتهاجمها. قريب بتفهم إنها مش قوية كفاية تواجهها وبتاخد شلوت في بطنها. الشيطانة بتقرب منها عشان تخلص الشغل، ولحسن الحظ أوليا بتنجح تهرب باستخدام مجرفة كدعامة. بعدين بتسأل الشيطانة إنها لما طلبت منهم يسلموا الطفل كانت تقصد التنين البيبي ولا أكوري، بس الست بتفضل ساكتة، وبعدين بتقول لها إن مفيش فايدة تعرف ده دلوقتي لأنها هتموت قريب. أوليا بتفهم إنها مش قادرة حتى تكسب وقت بالمعدل ده، وبعدين المقاتلة الشيطانة بتهاجمها وبسرعة بتنزع سلاحها. بعدين بتشرح أوليسيا وده بيخليها تقع على ركبتها، بس وهي بترجع عشان تخلص عليها للأبد أوليا بترمي كريستالة سحرية عليها بتنفجر لما الشيطانة بتحاول تقطعها. الانفجار بيقلب المنطقة كلها رأسا على عقب، وأوليا واثقة أن الخناقة خلصت دلوقتي، لكن الأم الشيطانة بتخرج من الأرض فورا، والمرة دي قرونها واضحة تماما. أوليا بتتخض لما تفهم الطبيعة الحقيقية لعدوتها وبتفقد كل أمل في الفوز ضدها. بتتسائل ليه الشيطانة تخرج للعلن، والأم الشيطانة بتقول إنها فعلا قوية، إنها سببت لها جرح عميق زي ده. بتقول إنها دلوقتي فهمت إزاي أوليسيا ومجموعتهم هزموا سيد شياطين، وده بيخليها تفهم إنها كانت بتراقبهم حتى قبل ما المدينة تهاجم. بتتسائل إذا كانت الشيطانة هنا عشان أكوري أو عشان كيرت، لأنه بصراحة هو طفل بنفسه. بتفهم إنها ما عندهاش أي أسلحة تانية وبالمعدل ده هتموت. بتتمنى بس إن كيرت يوصل الورشة بسرعة ويفضل بأمان هناك، لأن في الآخر ميميكو والآخرين هيفهموا إيه اللي حصل هنا. أوليا يا دوبك هتستسلم لمصيرها لما فجأة بتسمع كيرت بينادي اسمها وهو بيطير ناحيتها. بتتفزع لما بتشوفه بيعمل حاجة غبية زي دي. بتتسائل إذا كان بيخطط يحارب بالتحكم في التنين، بس هو مش قادر يعمل كده كويس قوي دلوقتي وبيترمي من على شجرة بدل كده. أوليسيا بتمشي ناحيته وبتسأله إيه بحق الجحيم اللي بيعمله هنا، وكيرت بيرد إنه هنا عشان يهرب، بس ما يقدرش يعمل كده من غيرها. فجأة مجموعة خنازير بتجري ناحيتهم وبيركبوا على واحد منهم عشان يهربوا من الشيطانة. أوليسيا لسه غضبانة من كيرت وبتسأله إذا كان عادي في قريته يعمل حاجة متهورة زي دي، وهو بيرد إن دي أول مرة يعمل حاجة زي كده. بيعلن إن الراجل المفروض ما يترددش أبداً ياخد قرارات متهورة عشان يحمي ست غالية عليه. وأوليسيا بتلاقي نفسها بتقع في حبه أكتر وأكتر للراجل السموث ده، بس ده كمان بيزعلها لأنها عارفة إن كيرت مش قاصد ده بشكل رومانسي. فجأة كرة نار بتيجي ناحيتهم من قدام وبتخبط الخنازير، وده بيجبر كيرت وأوليسيا يقعوا على الأرض. الأم الشيطانة قدامهم،
جاهزة بكرة نار تانية، وأوليسيا بتقرر تستعير خنجر كيرت عشان تحاربها. بتترنح وهي بتمشي لقدام مصممة تحمي كيرت حتى لو ده معناه تفقد حياتها. أول ما الأم الشيطانة بتضرب كرة النار، أوليسيا بترفع الخنجر، بتحاول تستخدم تقنية خاصة تقدر تقطع الهجمات السحرية. حتى لو عمرها ما نجحت فيها مرة واحدة، بتفتكر إنها هتقدر تعملها بما إن كل حاجة على المحك دلوقتي. بس ما تقدرش تعمل كده، وهي بتفتكر إنها هتتحرق حية. أكوري فجأة بتوصل هناك وبتنط على راسها، وهي بتحضن أوليسيا جامد. كرة النار فجأة بتختفي، والكل بيلاحظ الست الشيطانة شكلها متوتر بشكل لا يصدق. أوليسيا بتتساءل إذا كانت لغت الهجمة بنفسها، وبعدين بتفكر إذا كان ده بسبب إن أكوري كانت في خطر. بتسأل الشيطانة عن ده، بس هي بتبدأ تكح دم وبتنسحب. أوليسيا بتحاول تتبعها بس ضعيفة ومصابة قوي ومش قادرة تعمل كده، وفوراً بتنهار. كيرت وأكوري بيطمنوا ليها، وهو بيديها شوية دواء، وهي فوراً بتبدأ تحس بتحسن. أول ما أوليسيا بتقول لأكوري إنها كويسة، فجأة بتنط وبتسأل إزاي بحق الجحيم أكوري وقعت فوقها. كيرت بيقول لها إنها ما وقعتش ولا طارت، دي انتقلت آنياً فوقها. ده بيفاجئ أوليسيا، لأن الطريقة الوحيدة لعمل كده هي استخدام أحجار انتقال آني كويرة. مفيش ساحر نجح ينتقل آنياً بتعويذة، بس أكوري عملتها. أوليسيا بتسألها إذا كانت تقدر تعمل كده تاني، بس أكوري ما تقدرش. كيرت كمان قلقان على الست اللي هجمتهم، وأوليسيا بتتمنى ما يشوفوهاش تاني. يدوبك خنزير بيوصل وراهم، شكله حزين ومتأذي جدا. كيرت بيتخض، فاهم إن شغله كان يعتني بالخنازير، وفوراً بيعالجهم كلهم قبل ما العميل يوصل. قريب الخنازير بترجع حضرتها، شكلها بصحة كويسة زي الأول. الست الشقرة فرحانة جدا لما بتشوف ده، وبتشكر أوليسيا قبل ما تسأل جوزها فين. أوليسيا بتخترع عذر الكيرت اللي راح يرجع التنين البيبي لأهله، بس في الطريق بيشوف حاجة وبيقرر يغير خططه. في نفس الوقت أوليسيا وأكوري بيبدأوا يرجعوا البيت لما فجأة كيرت بيجي ناحيتهم لسه راكب التنين. أوليسيا بتسأل ليه ما رجعش التنين لأهله لسه، وبعدين بتلاحظ الست الشيطانة فاقدة الوعي على ظهر التنين. بتمر بحالة لخبطة كونية وهي بتتسائل إيه اللي بيحصل. وبعدين كيرت بيبدأ يشرح القصة، بيقول إنه لما لمح الست من السماء نزل بالتنين عشان يساعدها، لقى إنها مصابة بجروح بالغة بس لسه بتتنفس، فقرر يعمل شوية دواء يساعدها. الست صحيت ونادته قبله لأنه بيساعد عدوه، بس كيرت قال لها إنه بما إنها لغت هجمتها وما قتلتش أوليسيا وأكوري، عنده أسباب كافية ينقذها. بعدين خلص الدواء ورماه ليها، قايل إنها هتموت لو ما خدتوش. الست الشيطانة خدت الدواء، بس فوراً بدأت تحس بحاجة غريبة. وقعت على الأرض وكيرت اعتذر لها، مدعي إنه خلط دواء منوم في الدواء لأنه جبان وما يقدرش يواجهها بشكل صحيح. قال لها إنها هتفضل فاقد الوعي لمدة 3 أيام على الأقل، وبعدين زعق ليها عشان هجم التنين كان مرتبط بإنسان. الست الشيطانة اتلخبطت من اللي يقصده، بس كيرت افتكر إنها ممكن ما تقدرش تفهمه. فكر بصوت عالي إنه المجرد إن الست دي عندها قرون هي كمان، هو مش زي صديقة الطفولة هيلدا. أول ما الست الشيطانة سمعت الاسم ده، حاولت توصله عشان تكلمه، بس الدواء اشتغل يدوبك وهي أغمى عليها، فشلها هناك. نرجع للحاضر، الكل بيرجع القصر، وكيرت بيقول لأكوري تعتذر لسينا والآخرين لأنهم أكيد قلقوا لما اختفت فجأة قبل كده. يدوبك سينا وليز بيجروا يرحبوا بأكوري، وأوليسيا بتتفرج عليهم بس من بعيد. شخص تاني بيخرج من القصر وراهم وبيلطف بيرحب بأوليا وكيرت، بيتسألوا مين بحق الجحيم ده. وبعدين ليز بتعرفوا كالإيت مايستر بتاعهم، وده بيصدمهم هما الاتنين.